انا كنت في جنوب لبنان من اسبوع واحد بس. اسبوع واحد بس كنت موجود في جنوب لبنان، وبالتحديد في صور. النهارده صور اتضربت، وكلمت الناس اصحابي هناك ومعارفي، وصفوا لي حاجات كتير احنا مش شايفينها على الميديا. قالوا لي بجد ان في اماكن انا كنت بروحها اتساوت بالارض. الناس هناك دلوقتي سابوا البلد، كتير قوي سابوا الاماكن، سابوا بيوتهم وسابوا البلد ومشوا ونزحوا. في كتير قوي رجعوا بلادهم، واللي موجودين هناك دلوقتي للأسف، يعني أصحابي على الأقل الناس اللي أنا كنت عايش معاهم بيناموا بالليل في وسط الزرع، في وسط الأراضي. ما بيناموش في بيوت ولا في خيم ولا في أي حاجة، لا هما بيناموا في وسط الأراضي. ربنا يكون في عونهم جميعا. بجد أنا على قد ما أنا مبسوط إن أنا لحقت أمشي، لأن كان في قبل ما أمشي بالكام يوم الأخر كان فيهم ضرب وفي انفجارات بالليل وفي طيارات وفي مسيرات بتمشي في الجو الفترة الأخيرة. كان الضرب شغال، ما كانش مبطل على فكرة. يعني هو كله فاكرين ان الضرب اشتغل النهاردة او امبارح بس، لا لا لا. لبنان، جنوب لبنان بيتضرب على الفترة اللي فاتت دي على طول، بمعدل يوم يومين كان في ضرب. كل يوم كان في طيارات، وكل يوم كان في مسيرات ماشية في الجو، وكل يوم كان في نفاث، طيار نفاث ماشي في الجو، وهليكوبتر ماشي في الجو. انا شفت كل ده بنفسي، وشفت كل ده شفته بعينيا. انا مشيت من هنا، والضرب اللي بجد بقى اشتغل. يعني انا مش عارف افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه بالظبط.